ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الخزوقه. بهزر. النهارده هنتكلم عن الناس التوكسيك والناس لازم نبعدها من حياتنا، لانه انا كنت انسانه شايفه ان كل الناس حلوين وكل الناس نيتها صافيه وحلوه وكل الناس بتتمنى لي الخير زي ما انا بتمنى الخير لكل الناس. فطبعا ايه، اتعلمت حاجات كتير قوي. شايفين؟ اتعلمت حاجات كتير قوي. هنتكلم في ده النهارده، هنتكلم عن انواع الناس اللي لازم نبعد عنهم، نقول لهم باي باي. باي باي للابد. يلا بينا. اول نوع من الناس اللي لازم تبعدي عنهم او لازم تبعد عنهم، الناس اللي عايشه دور الضحيه 24 ساعه في ال 24 ساعه. كان عندي واحده صاحبتي، كنا اول ما نخرج، مش اول ما نخرج، طول الوقت، طول الوقت كل حاجه عباره عن مصيبه، كل حاجه عباره عن شكوى. الجو وحش قوي، الاكل ده وحش قوي، يعني الاستاذ ده بكرهه ودمر لي حياتي، احنا يا ريتنا كان مش عارفه ايه. كأن العالم بس بيتآمر عليها وهي الضحية طول الوقت. فأنا في الأول كنت بقعد أعمل إيه؟ كنت بقعد أحاول معاها، بقعد أعافر معاها، وبقعد أحاول أخليها تفكر في السيتويشن اللي احنا فيه بشكل إيجابي. إنه مثلا ده كذا مش عارفة إيه، أروح أنا قايلة الله ده النهاردة أي حاجة حلوة. يعني أحاول أشفت الكونفرسيشن، لأن طول الوقت الكونفرسيشن عبارة عن شكوى. فانا بروح مثلا قايله حاجه حلوه، فتروح هي برضو قلبها الحاجه زي الزفت. اقعد اقول لها طب ما انه في كذا، واقعد احاول يعني ايه اوريها الجانب المشرق في الحياه والجانب المشرق من كل سيتويشن احنا بنكون موجودين فيه. بس it doesn't matter، ما بتفرقش خالص. انا هكون صريحه معاكم، بعد فتره بدات احس ان انا كمان بقيت مخنوقه. يعني انا كنت حرفيا بطلع من البيت او طول الوقت انا ببقى كاني لابسه نظاره بينك، شايفه كل حاجه بينك، شايفه كل حاجه انه الجانب المشرق فيها، وان الحياه حلوه، واني ممكن اعمل كذا، وان مش عارفه ايه، وحماس وحب وطاقه حلوه. بقيت كاني شايفه كل حاجه جراي، رصاصي، شايفه كل حاجه وحشه. فعلا بقى ده تفكيري، فعلا بقيت مخنوقه، يعني بقيت بشتكي معاها. شوفوا بقى، الناس دي هتقتل جواك الحياه، هتقتل حبك للحياه، هتقتل شغفك وهتقتل حماسك لاي حاجه. اي حاجه، تخيل لو انت قلت لها مثلا ممكن نعمل كذا، ايه رايك هتطلع لك فيها مليون عيب ومليون مصيبه، هتقول لك بالظبط اسوأ سيناريو. فهتبطلي اوكي خلاص، يعني مش لازم. الناس اللي بتكذب، ومش قصدي الناس اللي بتكذب كذبات كبيره، قصدي الكذبات الصغيره العبيطه. اي نوع من الكذب اللي هو مثلا ايه، تلاقي ان هي حاكيه قصه عبيطه جدا ملهاش اي لازمه ومش بتفيد المجتمع باي حاجه، بس حكيها لك انت بطريقه وحكياها لصاحبتك بطريقه تانية. او مثلا تلاقيها بتكلم حد تاني ومحوره عليه وبتقول لك ان هي محوره عليه عادي، يعني هي بتقول لك يعني انه كانه دي حاجه فن انها تحور على الناس. لازم تبقي عارفه ان هي هتحور عليك انت كمان عادي جدا. فالناس دي مش واضحين مع نفسهم ولا واضحين مع الدنيا، واخدين كل حاجه مانيبيوليشن وكل حاجه واخدينها بكذب. هيخلوك تحس انه كأن انت مش عارف الشخص ده، كأنه طول الوقت شخص غريب مش تقدر تثق فيه في اي حاجه. خلاص، لان هو لو حد بيكذب في حاجات عبيطه وصغيره، امال الحاجات الكبيره هيعمل فيها ايه؟ لا، مش عايزين الناس دي. الناس اللي بتحس معاهم بالذنب لو انت كنت مبسوط، لان هم عايشين حياه حزينه وميزربل. هاو دير يو تفرح باي حاجه؟ هاو دير يو ان انت يحصل اي حدث كويس في حياتك، او ان انت تشتغل على حاجه، او انك تنوي تعمل حاجه مفيده؟ هاو دير يو؟ احنا اتفقنا على ان احنا حياتنا هتكون ميزربل سوا، احنا الاثنين هتكون حياتنا حزينه سوا. ازاي تبقى سعيد؟ الناس اللي بتحس معاهم بالذنب ان انت سعيد، ابعد عنهم بليز. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، هتحسي مع الوقت ان انت ما تستحقيش تبقي سعيده، ما تستحقيش تبقي سعيده، ما تستحقيش تبقي ناجحه، ما تستحقيش التقدير، ما تستحقيش اي حاجه حلوه في الحياه، ولازم تبقى حياتك بشعه زيها او زيه. ف نو نو ثم نو ثم نو ثم نو. ابعدوهم عن حياتكم او ابعدوا عنهم باي طريقه. الناس دي بتكون دايما مكتئبه وهتخليك مكتئب معاهم مهما حاولت، يا اما تبقى مكتئب يا اما هتهرب بقى، فاهرب. الناس اللي محتاجينكم مش اللي بيحبوكم. الناس دي بتبقى غالبا ما عندهاش في حياتها غيرك او غيرك. ومش غلط ان يكون في شخص عنده بس صديق واحد، صديق واحد قريب منه، عادي، اتس اوكي.
انا كنت في فتره طويله ما عنديش غير صديق ممكن او اتنين. مش هنا المشكله، هنا المشكله في ان هم حياتهم كلها بتتمحور حواليكم. يعني عايزين يخرجوا محتاجينك معاهم، عايزين يروحوا الجيم محتاجينك معاهم، عايزين يبداوا اي حاجه محتاجينك معاهم، عايزين بس بيتنفسوا محتاجينك معاهم، حصلت لهم مشكله محتاجينك معاهم. انت محور حياتهم. دول ناس مش بيحبوك. دي واحدة ما بتحبكيش، دي واحدة محتاجاكي، افهمي. ولو لقيت واحدة تانية هترميكي في 5 دقايق، في 5 ثواني هتبقى انت خلاص هترميكي وتروح لواحدة تانية عادي جدا. بس الفكرة ان انت الاوبشن اللي قدامها. ومش بس انت الاوبشن، انت اوبشن حلو، يعني اوبشن بتساعديها وبتدعميها نفسيا بقى ايا كان، انت موجودة. فحاولوا تفرقوا كويس قوي ما بين الناس اللي بتحبكوا وبتحب قعدتكوا وبتحب طاقتكوا، وبين الناس اللي مش محتاجاكوا. فالناس اللي محتاجاكوا صدقوني لما يلاقوا حد تاني هيروحوا له. هقول لكم اشاره تعرفوا بيها الناس ديت. اختفوا شويه من حياتهم، ابعدوا شويه عنهم، وشوفوا هم هيبقى ردة فعلهم ايه. وطبعا مش قصدي يعني بشكل وحش، في ناس بتعمل اللي هو حد يبقى مره واحده يجوست والحاجات دي، لا مش بتكلم على الجوستنج، بتكلم على انك تبطل تدي الحاجات اللي انت عمال تديها فور فري ديت. يعني تبطلي ان انت مثلا بعتت لك مثلا مشكله زي كل مره، كل شويه بتبعت لك مشاكل، قولي لها انا اسفه الفتره ديت مثلا عندي مشاكل فلانيه كذا كذا كذا، فمحتاجه سبيس، محتاجه يعني مش هقدر ان انا ارد عليكي او اكلمك الفتره ديت، ايا كان. هتلاقي منها دعم، وهتلاقي منها تفهم ان حبيبتي اتس اوكي، ما حصلش حاجه، انا موجوده لو محتاجه اي حاجه. دي ناس اوكي. هتلاقي منها بقى غضب، وانه كيف تجرؤي انك ما تلبليش احتياجاتي، او هتلاقي ان علاقتكم انتهت، يبقى هي كانت معتمده على الخدمات اللي انت بتديها لها. كانت علاقتكم عباره عن مصاص دماء، هي عماله تمص في دمك وانت عماله انت جيفر وهي تيكر، علاقتكم انتهت خلاص. فلو انتهت بالشكل ده يبقى انت الكسبانه، لو ما انتهتش يبقى انت اتاكدتي ان الشخص ده فعلا بيحبك ومهتم بيكي كانسانه، يعني مش باللي هو بياخده منك. الاشخاص اللي بتحس حواليهم ان انت مشاعرك غير مهمه، ان انت مشاعرك مش مهمه، يعني لو هم حصل معاهم مثلا موقف و ممكن يبقى موقف تافه، بس هم بقى ايه مصيبه طبعا، مشاعرهم المقدسه اتجرحت. لكن انت لما تقول لهم مثلا انا حصل الموقف الفلاني منك، ما عجبنيش التصرف الفلاني، حسسني بكذا كذا كذا، فكيف تجرؤ؟ وهم they don't care، مش مهتمين ابدا بمشاعرك. انت هتعرف يعني، هتبقي عارفه مش مهتمين بمشاعرك، مش مهتمين، مشاعرك غير مهمه. ده اسمه جاز لايتنج. اوكي، اللي هو انت بتقولي لهم مثلا انا حسيت بكذا، انا اتجرحت في كذا، يقلبوا الترابيزه، انت مش عارفه ايه، ويجيبوا حوارات قديمه ويجيبوا حوارات جديده، المهم يعملوا شوشره، ومش هنتكلم على مشاعرك، انت مشاعرك ديت تولع في الزباله. تمام. فلو انت حاسه ان انت مشاعرك غير مهمه معاهم، فانت مشاعرك فعلا غير مهمه معاهم. الناس دي خطر جدا، لان هم هيأثروا بعد كده على معتقداتك عن نفسك. انت هتبداي تحسي ان مشاعرك كمان غير مهمه، وده غلط جدا. فالناس دي حرفيا هتجيب لك تروما يعني، هيحسوك انت مشاعرك غير مهمه، وهيقنعوك انت مشاعرك غير مهمه، وبالتالي حتى مع علاقاتك بعد كده انت هيبقى عندك insecurity ان انت اصلا تتكلمي في مشاعرك. فليه التروما؟ مع الف سلامه الناس دي، باي باي. ما حدش يستحق يكون في حياتك لو هو مش بيحترم مشاعرك. في نوع تاني من الناس اللي هم بيبان ان هم مسالمين، وبيبان ان هم ما بيعملوش حاجه غلط يعني، بس هم حياتهم فاضيه حرفيا. عمرهم ما يتكلموا مثلا في احلامهم، في اهدافهم، في الجامعه، في الشغل، ما بيتكلموش على اي حاجه مفيده في الدنيا. فبيبقى كلامهم كله على الناس وعلى الدراما بتاعت الناس، وعلى مين عمل ومين سوى وشفتي مين، ودول اتخطبوا ودول فركشوا ودول very pathetic وضحك وهبل. الناس دي هتخليك تافه زيهم، الناس دي هتخليكي انت كمان تافهه زيهم. هيديستراكت يو من اللي مهم فعلا في الحياه، هيخلوكي تنسي انت مين واهدافك واحلامك، وكأن ان انت لما تشتغل على اهدافك واحلامك فانت ده كده تو ماتش، يعني ده كده انت شخص واو. يعني انت مش واو على فكره، لا انت واو طبعا حبيبه قلبي، بس قصدي انه في ناس كتير قوي عندها احلام واهداف كبيره وشغاله عليها وحققت حاجات كتيره،
فلازم تكوني مع الناس ديت علشان يشجعوكي انك تكبري اكتر وانك تبقي احسن وهكذا، بدل ما تكوني مع ناس ما بتعملش حاجه في حياتها وناس تافهه. الناس دي فعلا زي السم، وهيخليكي بعد كده تستمتعي فعلا بالمحادثات الهبله بتاعتهم، اللي هو مين عملت ومين راحت. بعد كده هتلاقي نفسك بتنجيجي معاهم في المحادثات التافهه دي. صدقيني، صدقيني الناس الحساسه اوفر. ومش قصدي بس ان هم عموما ناس حساسه، انا قصدي الناس اللي هي كل حاجه بياخدوها على اساس ان هي كانها هجوم عليهم، وان هي كل حاجه يعني هم طول الوقت مستعدين يتخانقوا، طول الوقت مستعدين يعملوا دراما، وطول الوقت مستعدين يعلوا صوتهم حتى لو في مكان عام. الناس دي موترة جدا، وهيخلوا النيرفس سيستم بتاعك طول الوقت على أهبة الاستعداد، وطول الوقت انت متوترة. بدل ما انت مستمتعة بحياتك ومستمتعة بيومك، او بتفكري في نفسك او في اللي حواليك او في ايا كان، انت بس مركزة على ان الاشخاص دي ما تتجرحش او ما تتضايقش علشان ما تعملش مشاكل. ده سواء بقى كانت صاحبتك، او كان خطيبك، او كان حبيبك. لو انت حاسه انك طول الوقت خايفه ان الشخص ده هيعمل مشكله او هيتخانق، او انك طول الوقت مركزه قوي قوي فانت بتقولي ايه وبتعملي ايه علشان اي حاجه هتوفندم واي حاجه هتضايقهم وهتعصبهم وهيعملوا منها مشكله، انت مع الشخص الغلط. انت مع شخص الايجو بتاعه قد كده اهو. فاي حد بيشكشك الايجو ده بيروح يقعد بقى يزعق ويعمل حوارات. واحنا مش عايزين الناس دي في حياتنا. الناس دي هتسحب طاقتك، هتخليكي انسانه ميته، ميته حرفيا، ومتعرفيش انت مين وانت بتعملي ايه، وهتنسي يعني ايه تستمتعي بالحياه اصلا معاهم. لان هم بيتغذوا على ده. هم عندهم تروما، هم عندهم مشاكل محتاجين يعالجوها، بس انت مش الدكتور النفسي بتاعهم. ماشي، خليكي فاكره الموضوع ده. الناس اللي ايه بيقعدوا يسالوك عن نفسك وعن احلامك واهدافك ويا اسرارك، ويعرفوا عنك كل حاجه، بس ما بيتكلموش، ما بيحكوش عن نفسهم، ما تعرفيش بيحصل ايه في حياتهم. ولو سالتيهم بيجاوبوا بشكل مقتضب جدا وبشكل ستيل ميستيريوس، يعني كانك ما عرفتيش حاجه. كان عندي واحده صاحبتي، كانت كل ما نقعد مع بعض تقعد تسالني، وهي على فكره كانت واحده مثقفه يعني، تقرا كتب ومش عارفه ايه، فتقعد تسالني انتي بتعملي ايه وناويه تعملي ايه. وانا كنت طبعا انا يعني بحكي، بثق في الناس بسرعه، فعادي بحكي بقول لها بعمل كذا ومش عارفه ايه واحلامي واهدافي واللي بيحصل في حياتي، عادي بحكي يعني. بس هي ما بتحكيش حاجه، هي ما بتحكيش اي حاجه. لغايه ما مع الوقت بقيت حاسه ان انا مش قادره احكي، يعني مش حابه، انا حاساكي غريبه ستيل، يعني مش مطمنه لك. فعلا طلع احساسي في محله. البنت ديت فجاه كانت هي بره القاره اصلا، يعني كانت هي سافرت واستقرت في البلد التانية، وبعد كده عرفت الناس اللي من ضمنهم انا. فانا بالنسبه لها ما كنتش الصاحبه اللي ممكن تحكي لها اصلا عن حاجه زي كده، في حين ان هي كانت مصره ممش بس بتسالني كده اوت اوف يعني اوت اوف لا عايز تعرف. ولما بقيت مثلا ما اردش عليها او اعرفها قوي تسال تاني. خلي بالكم من الناس ديت، انتوا عموما اصلا ما تقعدوش تحكوا، يعني مش اي حد يسالك تقعدي تحكي. بس لو انت حسيتي مع حد لطيف وحابه تحكي، اوكي احكي شويه وبعدين شوفي هم هيقولوا ايه. هل هم هيتكلموا عن نفسهم برضو، ولا لا هم عاملين نفسهم الشخصيه الغامضه الجامده؟ هتقعد بقى تعيش جو الغموض ده، روح عيشه مع حد تاني. الناس اللي بتغلط نفس الغلطات وبيعيشوا نفس الدراما وبييجوا يصيحوا على نفس الحاجات، مهما حاولتي ان انت تنقذيهم وتنصحيهم وتقولي لهم. مثلا كان عندي واحده صاحبتي تقعد تحكي لي عن حبيبها، وانا اصلا مش انترستد، يعني انا ما بحبش ان انا اقعد اسمع عن حد يقعد يحكي لي عن حبيبته. قصدي يعني واحده تقعد تحكي لي عن حبيبها غير لو هي قريبه مني قوي، صاحبتي، قريبتي. عموما قصص الناس ما بتهمنيش في ناحيه الموضوع ده، بس هي بتقعد تحكي لي فا اوكي. المهم تكلمني مره واحده الساعه 2 بالليل، حبيبه انقذيني الحقيني، انا ام نوت اوكي. وايه بقى يطلع بقى ان هو في مصايب الدنيا والاخره، وعامل فيها كذا 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 وخاينها مرتين ثلاثه. فانا اتعصب معاها وانفعل معاها، وبعدين احتوي الايموشنال بريك داون اللي هي فيه واطبطب واعمل كل حاجه، وبعدين نفكر سوا، وبعدين نقرر ان احنا خلاص هنسيب الشخص ده ونعمل له بلوك وكل حاجه تمام. وبعدها الاقيها ان هي ماشيه معاه كان ما حصلش حاجه.
ومن غير حتى ما تحكي لي انه حصل كذا كذا كذا. يعني هي بس كلمتني لما كانت منهاره، لكن بعد كده خلاص مش مهم ان انا اعرف ايه اللي حصل. بعدين يحصل تاني نفس الحوار، والاقيها بتكلمني انه عمل فيها وسوى فيها، وانا اتعصب تاني ويتحرق دمي تاني، واقعد اتكلم معاها واقنع فيها عشان برضو تروح في الاخر رايحه له. وبعدها الاقيها بقى ايه، الاقيها حبيبها ده اصلا بقى بيكرهني، وانا اصلا ولا مهتمه يعني. الناس دي بجد 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 توكسيك. هتلاقيها موجوده معاكي بس وهي محتاجاكي، وهي في الايموشنال بريك داون بتاعها، وبعد كده اول ما تروح ترجع تاني تعمل نفس المصيبه. وكل مره بقى تتوقع ان انت هتحتويها لما تكون هي في مشكله. انا ما عنديش مشكله اكون مع واحده صاحبتي، وواحده صاحبتي دي للاسف هي في علاقه توكسيك، ربنا معاكي. بس لو كل شويه هيحصل الموضوع دوت وانا اقعد اتاذي معاكي، لا شكرا. لا شكرا، مش عايزه اعرف. طيب يعني ما تجيش تحكي لي عن حبيبك بقى باي شكل من الاشكال، مش عايزه اعرف خلاص، مش مهتمه. في حد تاني برضو صديق كان كل شويه يجي يحكي لي عن ان هو اتنصب عليه، اتنصب عليه في الشغل الفلاني، اتنصب عليه في الحاجات الفلانيه. والمشكله انهم حاجات كلها شبه بعض، يعني ما بيتعلمش، كل شويه عمال يتنصب عليه. طب انا اعمل لك ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ كان المفروض اخد فلوس قد كذا وما خدتش منها حاجه، والراجل عمل لي بلوك. خلاص تعبت، خلاص طب شوف شغلانه تانية، شوف حاجات تانية. عمال يتنصب عليك، ما بتتعلمش، ما فيش تعليم. اتعصبت. بس لانه انا بتعاطف جدا مع الناس دي. انا بتعاطف، بيبقى مشاعري بحس نفس المشاعر اللي هو بيحس بيها. فبقعد اقدم حلول واقدم دعم نفسي، وفي الاخر كله في ما فيش، كله ضايع، طاقتك مهدوره، طاقتك على الارض. فلا، على ايه؟ طاقتي دي انا اولى بيها. طب ما يعني اروح اركز في نفسي، واركز انا عايزه اعمل ايه، واركز في حياتي وفي دراستي وفي شغلي، بدل ما انا عماله ارميها على الارض عشان انت ما بتتعلمش. في ناس لما تيجي تحكي لهم على مشاكلك او عن اي حاجه حصلت معاك، مستحيل ياخدوا صفك، وهيغلطوك او هيحسسوك انه يعني هيخترعوا 50 عذر للشخص الاخر او للطرف الاخر. انا مش مع ان الشخص يبقى 24 ساعه هايبنج اب، 24 ساعه مستحيل يغلط اللي قدامه، او مستحيل يغلط صاحبه او صاحبتها. لكن في نفس الوقت لما اجي انا احكي لك عن مشاعري، واحكي لك ان حصل معايا كذا، ما تحسسنيش ان مشاعري دي ملهاش اي لازمه، وانه الموضوع تافه وبسيط، وان ممكن الشخص التاني مش عارفه ايه. الناس دي ما بتحبكمش، ومش مهتمين ابدا باللي بيحصل فعلا في حياتكم وبمشاعركم، وممكن كمان يكونوا بيكرهوكوا، عندهم كره ليكوا او غيره او اي بقى هباب تاني، لان هم مش مهتمين ابدا بمشاعركم ومش واخدين صفكم. الناس اللي ما بتفرحش لما يحصل لك او يحصل لك حاجه حلوه، الناس دي بتتعرف وبتتقفش بسرعه جدا. فلما تقفشوهم بليز صدقوا نفسكم وخدوا حذركم منهم. انا مش بقول لكم هو سيبيهم من اول موقف، خدوا حذركم منهم جدا جدا جدا. ولو اتاكدتوا، باي باي. انا ما عملتش كده، عشان كده انا حصلت لي مشاكل فعلا. في واحده، احكي لكم في واحده صاحبتي، كنت في مره بتكرم علشان حاجه، يعني بتكرم عشان اخدت شهاده معينه. فهي اول كلمه قالتها، على فكره انا اللي كان المفروض اخد الشهاده دي. طبعا هتقولي لي يا حبيبه انت ازاي كملتي معاها؟ مش عارفه، الواحد بيتعلم، مش مشكله. اللي حصل ان هي بعد كده اذتني بسبب الموضوع ده، لان انا جالي شغل كويس، فرحت احكي لها بكل حسن نيه علشان ما تبقاش هي زيها زي بقيه الناس اللي يعرفوا. حبيت ان انا احسسها ان لا، انت صاحبتي، ما تعملوش كده يا جماعه. لو حد مش واثقين فيه 100% ما تنقلوش اي اخبار كويسه، او بالذات الحاجات اللي لسه ما تمتش. ما تحكوش الحاجات الحلوه اللي هتحصل، يعني لما تحصل وتتحقق وبقى سيبوا ده يتكلم عن نفسه. لكن لما تكونوا هتعملوا حاجه، في حاجه حلوه جديده بتنجان، بلاش تقولوا لاي حد، بالذات الناس اللي انتم مش واثقين منها 100%، لان انا اتقرصت من الموضوع ده. فالمهم لما قلت لها ان انا جالي شغل كذا 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 ومبسوطه ومتحمسه بحكي لها، حرفيا وشها قلب قلبه، كاني بحكي لها مصيبه. هي كانت ما بتخبيش، ما بتعرفش تخبي كرهها، او يعني الحسد بتاعها ما بتعرفش تخبيه. فوشها قلب وراحت مشيت بسرعه، سابتني ومشيت. فاكتشفت بعد كده ان هي راحت كلمت نفس الشركه، وبدات ان هي تبعت لهم السي في بتاعها، وانه انا عايزه اشتغل معاك وانا مش عارفه ايه، وميتها بقى من الغيره ان انا هشتغل وهي لا.
وللاسف من غير تفاصيل كتير سببت لي مشاكل كتيره في الشغل بتاعي قبل ما يبتدي اصلا، قبل ما يبقى حاجه يعني عملت لي فيه مشاكل. ده كله بسبب ان انا وثقت في الشخص الغلط. فالاشخاص ديت اول ما تكتشفوها ابعدوا عنها، ابعدوا عنها تماما. ولو انتم مضطرين تتكلموا معاها ما تقولولهاش اي اخبار عنكم خالص، لا حلو ولا وحش. خلوا حياتكم كده ميستري، خلوا حياتكم لنفسكم بليز، ما تقولولهمش اي حاجه. اخر الناس هتكلم عليهم هما الناس اللي ما بيقدروش مجهودك باي شكل من الاشكال. يعني بتكوني انت تعبانه معاهم، وبتكوني انت عموما انت شخص مثلا جيفر، يعني انت شخص بتدي حب، بتدي اهتمام، وبتدي دعم، وبتدي كل حاجه. ومهما عملتي طول الوقت بيحسسوكي ان انت مقصره، وطول الوقت بيحسسوكي ان انت غلط، وطول الوقت بيحسسوكي يعني ما بتحسيش ابدا 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 بالتقدير معاهم، او ان انت مجهودك يقدر. الناس دي مصاصين دماء، مصاصين دماء، يعني مصاصين دماء. هيقعدوا يمصوا في دمك وفي طاقتك، ويقعدوا ياخدوا الدعم وزي ما هم محتاجين but they don't care about you. مش مهتمين بيك انت خالص كشخص كإنسان. تعرفيهم منين؟ لما تبطلي تدي الحاجات اللي هي اصلا اكسترا، اللي هي اصلا مش واجبك. شوفي هم هيعملوا ايه. هيتضايقوا منك، هيغضبوا عليكي غضب مش طبيعي، كأنك انت مقصرة في حقهم، حتى وانت بتديهم حاجه اصلا اكسترا، حاجه اصلا فضل، حاجه اصلا مش واجب عليكي. فحبيبتي انت اولى بالطاقه ديت، انت اولى بالمجهود بالوقت ده كله. سيبيهم. اخر حاجه حابه ان انا اقولها هي انه الناس الحلوه موجودين، الرجاله الحلوه موجودين، الاصدقاء الحلوين والصحيين موجودين، هم موجودين. بس انت مستحيل تشوفيهم طول ما انت متمسكه مع الناس المعفنه اللي معاكي. ام سو سوري، يعني ام سو سوري. بس طول ما انت مع الناس التوكسيك اللي حواليكي مش هيبقى عندك اصلا مجال ومساحه انك تستقبلي ناس احسن. فانا عايزاكي تثقي في ربنا، وتثقي في نفسك، وتثقي في ان انت تستحقي احسن من كده، كصداقه او كعلاقه مع حد او ايا كان. انت تستحقي ناس زيك يا حبيبتي، تستحقي ناس بتحب وبتدي من كل قلبها، تستحقي ناس كريمه في مشاعرها، تستحقي ناس جيفر زيك. مش كل اللي معاكي تيكرز عمالين ياخدوا ويسحبوا في طاقتك وانت عماله تدي للكل. يعني لا يا ماما، لا. انا كان لفتره طويله ما كانش عندي صداقه، عندي اصدقاء وكل حاجه، بس قابلت واحده حرفيا هي جيفر زيها زي بالظبط. بندي دعم وبندي حب مش طبيعي. فاحنا الاتنين مع بعض عمالين نبني بعض، عمالين نقوي بعض، وفعلا حياتنا بتتطور للاحسن عشان خاطر احنا مع بعض، عشان خاطر احنا بندعم بعض. فالناس دي موجوده وانتي تستحقيهم، فما تحرميش نفسك من ده. بس ده كل حاجه حابه اقولها النهارده. خليكوا شجعان، وانتوا تستحقوا الافضل. وبس بحبكم، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. اعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو، وبس كده. باي باي. حبايب قلب ام خالد، في حد بيصورني. It's okay. Make some content baby. Okay.